السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي أم يحيى عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي ورمضان كريم عليكم يا رب. تعالوا بقى كده إيه عملت إيه يا أم يحيى؟ أحلى صينية جلاش باللحمة هتعمليها، ولا خدت وقت ولا مجهود. تعمليها بقى في العزومات حاجة بسم الله ما شاء الله. هنا إيه معايا كده لفة جلاش جميلة إيه، ومعايا بيضاية. يبقى معايا لفة جلاش وبضاية، ومعايا التوابل الجميلة بتاعتنا: معلقة ملح صغيرة، قالب ماجي، معلقة فلفل أسمر، معلقة بابريكا، معلقة بهارات اللي هي البهارات السبعة أو بهارات فراخ. الاتنين حلوين، أي بهارات عندك كله حلو. وما تكتريش الملح علشان معانا ماجي، والماجي حقيقة كل مرة بقولك كده يا ست الكل. وهنا معايا كده 3 بصلات كده وسط كده حلوين مزقلطين، ومعايا شوية توم. وانتوا عارفين بحط في اي تعصيج لحمة بحط دايما فيها توم مع البصل، بتديني طعم كده وريحة جميلة قوي ما شاء الله. ومعايا اللحمة بتاعتنا الجميلة دي حوالي 400 جرام. انا مش وزناها لان انا بجيب مثلا 2 كيلو او حاجة زي كده، يعني مثلا 2 كيلو 3 كيلو، فبقسمهم واحطهم كده ايه كده في اكياس او علب في الفريزر، وبطلع كده ايه بالبركة، مش بيبقى وزنها بس هي حوالي 400 جرام. ومعايا كوباية حليب، حليب جاموسي او حليب اللي هو جهينة، كله حلو. وهنا معايا بقى ايه السمنة كده بتاعتي، سمنة هلندي، زبدة، سمنة بلدي، اللي عندك. انا حطيت سمنة على زيت، انت عايزة تعمليها بزيت بس حلو قوي، تعمليها بسمنة بس برضو تمام، اللي عندك اعملي بيه ما توقفيش على حاجة. هناخد كده ال3 بصلات المزقلطين الصغننين دول، ونعملهم كده نضربهم في الكبة ضربة كويسة. اللهم صل على سيدنا محمد. رمضان كريم عليكم يا حبايب ام يحيى، كل سنة وانتم طيبين، يعود عليكم الايام بألف خير يا رب. ربنا يجعله شهر مبارك علينا وعليكم يا رب. هنا بقى ايه حطيت البصل مع الثوم، وهنضربه ايه ضربة كويسة. خلاص ضربت البصل ايه والثوم. هنا بقى جبت كده قرنين فلفل كده اسباني وايه وطماطميتين، قلت علشان ازود كمية اللحمة تبقى معايا كويسة. انت عايزة تزودي كمية اللحمة حطي بصل كتير وحطي فلفل وحطي طماطم، هتلاقي معاكي حتى لو حطيت ربع كيلو لحمة مفرومة بسم الله ما شاء الله هترمي كمية كويسة. يعني يبقى معاكي كده ايه ما شاء الله اللحمة كتيرة كده في الجلاش، وهتبقى ما شاء الله جميلة ان شاء الله. هنا جبت الحلة بتاعتي كده ولعت اللي شغلت البوتاجاز، وحطيت معلقة سمنة، وهحط شوية زيت عليها. انا دايما بحط زيت على سمنة. عايزة بقى تعملي بزيت بس اعملي، تعملي بسمنة بس اعملي، كله زي الفل وكله نعمة. يا رب ديمها نعمة علينا وعليكم يا رب. خلاص كده صحت معايا معلقة السمنة، وايه هننزل بقى ايه بالبصل بتاعنا اللي احنا ايه ضربناه فرمناه مع الثوم. نديله كده ايه تقليبة كويسة. يا دوب بس كده لونه كده ايه يغير، يبقى كده دبل كده شوية، يعني لونه كده يبقى ذهبي بس ذهبي فاتح قوي. اروح نازله على طول باللحمه بتاعتي. نزلت باللحمه واديتها كده تقليبتين مع البصل، ورحت جايبه التوابل ورحت ايه نازله عليها، نازله على اللحمه بيها. ايه التوابل: فلفل اسمر وبابريكا قلب ماجي في شويه ملح وشويه بهارات، اي بهارات، بس انا حاطه بهارات اللي هي البهارات السبعه دي. كل البهارات حلوه وكلها ناعمه.
وقلبي بقى كده اللحمة كده مع التوابل. ما شاء الله ريحة التوابل مع اللحمة جميلة جدا. بصوا بقى لون السمنة عامل ازاي من البابريكا، بسم الله ما شاء الله. بعد كده ما خدت كده شوية كده مع البصل، رحت نازلة ايه بقرنين الفلفل والطماطم، وقلبي بقى تقليبة كويسة، ودوقي كده احيائها، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى ايه جبت الطاسة بتاعتي، احط معلقة سمنة، احط معلقتين سمنة او معلقة كبيرة، واحط شوية زيت. خلاص كده سيحتها على النار. هدهن بقى الصينية بتاعتي بالفرشة، هدهنها علشان اما اجي ان شاء الله اطلع الجلاش من الصينية ما يبقاش لازق، هنا كده من الجناب وكلها. هحط كده ايه هحط رق كده من الجلاش، وهحط كمان ايه رق تاني، واروح دهنها بقى ايه بالخليط الجميل ده اللي هو السمنة على الزيت. حط كده وتسويها، سهلة جدا ما خدتش معايا ربع ساعة، يعني انا بعملها قبل الفطار، مفيش تلت ساعة ولا نص ساعة بالكتير، وكانت استوت وبقت زي الفل كده، وسخنة كده على الفطار، وحاجة بسم الله ما شاء الله بجد جميل ان انت تعملي جلاش جنب في عزومة، تكوني مثلا عاملة اكل وحاطاه جنبه كده. احنا كنا عاملين جنبيه رز بسمتي وبانيه، كان عندي شويه كده كبد وقوانص، ورحت برضو ايه سخنتهم كده جنب الاكل، وبسم الله ما شاء الله كان فطار زي العسل. هنا كده خلاص حطيت نص لفه الجلاش ونزلت باللحمه، بصوا اللحمه عامله ازاي. عرفتوا انا ليه ما بحطش الفلفل والطماطم مع اللحمه على طول، بستنى شويه كده تستوي مثلا 5 دقايق ولا 10 دقايق، واروح نازله باللحمه اروح نازله بالفلفل والطماطم على اللحمه، علشان تبقى باين معايا كده الفلفل كده والطماطم، ويبقى ما شاء الله طعمهم جميل. هنا بقى هجيب برضو ايه نص بقى اللفة بقى بتاعت الجلاش الباقية، واروح برضو ايه نفس ما عملت اول مرة يعني، او احط رق واحط سمنة. الزيت بسم الله ما شاء الله بجد مخلي لون الجلاش جميل كده بيلمع زي ما انتوا شايفين، وكان مخليه طري كده وجميل ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم ان المطاعم ما بتعملش الجلاش الا بزيت، وبيجوا كده بعد ما خلاص كده بيخلصوا، يروحوا بقى ايه بالفرشه كده حته سمنه بلدي كده على الوش، بسم الله ما شاء الله كانهم عاملين الجلاش كله بسمنه بلدي. خلي بالكم ان المطاعم بتعمل الجلاش بزيت بس، اللي يدوس زي الريحه بقى البلدي بقى والطعم، حته بقى على الوش كده بيروحوا حاطينها، بسم الله ما شاء الله. انا بقى خلاص ايه كان ايه، خلاص فاضل رق واحد،
وكانت اللفة خلاص خلصت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. في حتت بقى بتبقى صغيرة كده في الجلاش، دي ما ترميهاش حرام، فانا بحطها برضو وبتتدارى، ما بتبقاش باينة في التقطيع ان هي كانت مقطوعة او شكلها مش حلو ولا اي حاجة ولا الكلام ده. لو انتي عندك جلاش مقطع حطي التقطيعات دي في وسط الصينية مش هتبان، مع التقطيعة مش هتبان. يعني مترميش ولا فتفوتة منها لان حرام، يعني فاهمة. انتوا عارفين بقى الحاجة غالية. هنا بقى كده خلاص احاول بقى اسويها علشان اما اقطعها كده تبقى ايه، متساوية كده وكويسة. اسويها بقى كده وايه، ودهنة كده حلوة. هنا بقى التليفون وقع وانا بصور، فايه النهار ابيض الكاميرا بص راحت فين، عند باب الشقة. يلا الحمد لله. خلاص بقى كده خلصتها، فقطعتها بقى هتقطعها كده ايه، انا هقطعها كده مربعات صغيرة. طبعا انا مش عارفة اتحكم لان انا ماسكة التليفون بصور بايد وبعمل بايد. هنا خلاص كده قطعتها اهو. تبقى تقطعيها مثلثات مربعات، اللي انت عايزاه، التقطيع اللي انت عايزاه. جبت بقى كوبايه اللبن بتاعتي دي، وهحط كده البضايه الحلوه ديت اللي حايره دايره في الطبق دي، احطها على اللبن. ده فلفل اسمر، هحط رشه صغيره قوي علشان زفاره البيض. وده ملح برضه اهو، هحط برضه رشه صغيره. وما تكتريش الملح لان معايا اللحمه حايقه والجلاش كمان حايق، اوعي تكتري الملح. هي ذرة صغيرة من الفلفل الأسمر وذرة صغيرة من الملح. هنقلبها بقى كده تقليبة كده ايه. كوباية طبعا سايحة، فأنا المفروض كنت حطيت ايه كوباية أكبر شوية علشان اخد راحتي وانا بقلب. خلاص كده ايه شربتها بقى التشريبة الجميلة بتاعتها. بصوا بقى ما شاء الله زي الفل. وكنت مشغلة الفرن، فرنة سخنة علشان احطها ما تاخدش معايا وقت، تبقى الفرنة سخنة. بصوا ما شاء الله بقى كده شربت الخليط اللي هو اللبن على البيض، وايه بقى على الفرن على طول. ولما تخرج ان شاء الله هوريها لك. خلاص بقى المغرب فاضل عليه 5 دقايق. بصوا بسم الله ما شاء الله، جميلة ريحتها جميلة بجد، ولا خدت وقت ولا خدت مجهود ولا تكلفة ولا الكلام ده. اهي ما شاء الله. خلاص كده بقى ايه حطيناها جنب الفطار، ويا رب تعجبك. جربي طريقة الجلاش بتاعت ام يحيى، واعملي لايك واشتراك عشان تنوري القناة. مع الف سلامة.